من السلطان سليم خان بن بايزيد إلى الشاه إسماعيل الصفوي. أريد أن أعيرك عيوني لترى ما لا تراه، لأن طول قامتك لم ينحني حتى ترى ما في أسفل الجدار. فليطلق سراح الأمير سليم. يجب أن تنشروا الفتاوى بين الناس، اجعلوهم يلتفوا حوله. لكنه أبي وزوجك. إذا مات كبير في هذا القصر فاعلم أن لهذا الموت سببا. سيقتل أحمد وسيصبح سليم سلطانا بلا منازع. السلطان واحد في هذه البلاد، هو أنا أحمد ابن بايزيد. طلبت من والدي التنحي فمنحني إياه، ولكنه لم يعلم أنه حملني آلام وأوجاع ودماء الناس. يبدو أن الحرب نشبت منذ الليلة. أشعر أن عيون أحمد وأولاده والصفوي تصول وتجول بيننا. من أين أجيء إليهم بعالم متصافح متسامح خال من الضغائن والحروب؟ أن الانقلاب الذي قام به سليم لهو شرخ كبير في جدار هذه الدولة. يمكنك ائتمان مدير خزانة لإدارة دراهم البلاد، لكن من الصعب إدارة القيم برجل واحد. اسحقوا كل شيء، احرقوا كل من يقف أمامكم، سيروا والجنة والخلود لكم. العرش لنا لو أغرقنا اسطنبول في بحر من الدم. جبناها خونة جبناها. وأصبح أنا قاتلا لا يرحم أحدا. قتل أباه وعزل أخويه واستولى على العرش. هل سيحاسبني التاريخ؟ أنني دخلت إلى قصره. يا مسلمين، إن رسولكم لم يكن إلا رسول محبة وسلام.